اكيد خليني اعطيه لاستاذ نزار هالثلاث بطاقات. اوكي، ثلاث احتمالات. نعم. شعر، اشعار من عيون الشعر العربي. بدي منك تقرا لي من كل كارت اعطيتك اياه بطاقه جملتين لو سمحت. اوكي. وتعطيني رايك كشاعر كبير. بسم الله عليك. مع استاذ وليد، تفضل. دكتور بيا الوجع راح مالي رجع. الله، حلوه هي. سامعها قبل؟ شي غنية؟ هيدي دكتور أغنية بيا الوجع جديدة. راح مالي رجع، بس البقوة لا. أستاذ نزار، هيدي أغنية جديدة أستاذ وليد. أول ما نزل هلا صار عليها 30 مليون مشاهدة. اسمها دكتور. للشامي، للفنان الشامي. نعم. رميتني من حصاني ويمام أنا خيال. هيدي الجملة بتصور. هيدي لإله كمان. مارقة علي، هي بالقصيدة ذاتها. شو رأيك أنا لفتتني هيدي دكتور بيا الوجع راح مالي رجع. شامي هو اللي بيكتب بشكل عام، تسمع له أغانيه؟ لا صراحة لا. ليه لا؟ هلا تذكرت هيدي مارقة علي بالسوشيال ميديا. مرقت علي رميتني من حصاني ويمام أنا خيال. غنية حبتها الناس الهيئة. حبينا يعني. أنا لا ما سمعتها كاملة بعد. أبدا. شو مرة سمعت له غنية وحبيتها؟ صراحة لا. أستاذ وليد، لأقول لك شيء، شو رأيك ما بعرف ليك الناس تستغرب كلمة شامي حلوة. قال لك صار فيي أنا شامي وسمارة حلو. شامي وسمارة غنيت معك الله عليك. لما كنت بالسعودية جاء أورد المرة الماضية قاعدين حطوا 3 مطربين، ما كنت أعرف الشامي ولا سامع فيه كنت. بشوف أنا بحطوا 3 صور قدامنا. عبد المجيد عبد الله من أجمل الأصوات اللي بحبها. بعدين أصالة طبعا مطرب كبير يا أصالة أكيد تغني كل الألوان. والشامي ما كنت بتعرفه؟ لا بس تذكرت انه في شيء انا سمعت شيء هيك الشامي. وبس الشامي لفت نظري، بحب الشام، بحب سوريا انا. وسوريا بتحبك. ايه فاخذ جايزه هو. استغربت، قلت معقول أصالة وعبد المجيد؟ جوي أورد. هذا بيرجعنا للسوشيال ميديا. مين بيلحق بجوي أورد؟ كل الشباب صغيره، اعمارهم صغيره كلهم. فما فينا اليوم ننكر في شباب جداد، في اودينس كبير ما خصوا فينا. في أخرس، في أليانا، في مريم نعمان. لا عم بحكي على الجيل. سلاوي. مين بيلحق اليوم بيصوت؟ الصبايا والشباب الصغار. اعمار معينه، يعني ريان ورفقاتها مثلا. واصغر كمان، بس ريان عندها ريان عمق. هيك البنوت الصغيره نحن هلا بهالقعده. بتسمع شرقي بتسمع عمق اكيد يعني. المهم فاستغربت انا بيني وبينك. طلعت بالسياره حطوا لي غنيته الشباب اللي معي. الميوزك اللي عملها لفت نظري. شو كانت الغنية؟ طريقة الغنى هي سمرة، ما بعرف شو. صبرة. صبرة. ايه هن مش مفهومين. هي صبرة. ايه انا عن جد بضطر اقرا لافهم شو عم بيقول. بس هو هيدا نوع الاغاني. طريقة يعني اللفظ تبعه طريقة في شخصية. رجعنا للهوية. هيدا ذوق الناس حقيقة، هو ذوق الجيل الجديد. في شخصية، كل جيل وعنده ذوقه. يمكن ما فيك تسمعي كثير بسهرة بجيلنا، لكن الشباب بيموتوا عليه. وصلت على بيروت عنده مقابلة على التلفزيون. قعدت بدي اشوف بقى هالشخص انا، لانه انا اعوذ بالله من كلمة انا عندي حكاية التنبؤ للنجم. كنت قاعد انا وجورجينا زمان، اول ما طلع وائل الكفوري قلت لها هيدا بده يكسر الدنيا. طلعت فيي هيك، قالت لي صوته حلو، قلت لها هذا وليد توفيق. واو. وحياة الله. شيرين عبد الوهاب تحديت العالم بمصر، كان اسمها شيرين احمد. بمقابله عم يعملوا معي انترفيو، مين بتشوف من بنات مصر استاذ وليد؟ قلت له ليك وفي مصر ولاده، في انغام صوتها حلو كثير، في امال ماهر، في دار الاوبرا اصوات بتجنن. لكن تذكروني هذا الاسم، شيرين احمد ستكون مطربه مصر والوطن العربي. وقفوا التصوير. قالت شو عم تقول انت؟ صديقتي هي. قلت له ولو اذا ما عجبك وقف المقابله. عم بقول انا في مسؤوليه علي. فاذا راهنت على وائل كفوري وعلى شيرين عبد الوهاب وعلى رامي عياش. ورامي عياش كثير ناس يعني ما بقى اتذكر. طب راهنت على الشامي؟ لما شفته بالمقابله لست جورجينا الموجه لها احلى تحيه، ملكه جمال الكون. لما شفته بالمقابله الفن للدغري لغسان شرطوني. شو قلت له؟ المنتج تبعه. قلت له غسان، وهو كثير بيامن بحكي يعني خيي وحبيبي،
قال لي شو؟ قلت له عندك نجم. قال لي شو عم تحكي؟ قلت له عندك نجم وتذكرني. ذكرني بفهد بلان لما طل. ذكرك الشامي بفهد بلان لما طل، وحبيته للولد، حبيته من قلبي. التقيتوا شي مرة؟ التقيته، شفته، عابطني بوسني بجو اول. إذا انعرض عليك تعملوا ديو أنت والشامي؟ بعمل ديو بلونك وبلونه. ليش لا؟ وين المشكلة؟ ما بعرف ليه بيخافوا من الأصوات الناجحة. ما احنا بلشنا هيك. شو احنا طلعنا دغري؟ ما حدا بلش كبير. شو احنا بلشنا يعني فعلا. حلو كتير اللي عم تقولوا. قليل الصخر بايدينا. ما حدا بيقول الله هالشيء على يوفقه. فكره. قليل من النجوم انه بقول لك يمكن انا الموسيقى اللي بغني عليها الموسيقى اللي بتلعب معي ما بتلعب مع الشامي، فانا بالتالي يعني مش حتزبط موسيقيا. بيجربوا ينزلوا من قيمه اللي عم بيقدموا. لا هذا غلط. ما حدا منا خلق كبير الا رب العالمين. اكيد اكيد. وبالعكس نحن واجبنا نمد ايدينا لهالشباب، واجبنا انه نساعدهم بالعكس. وهودي في ورا منهم شريحه كبيره. انا في نجم بالزمان ما بدي اذكر اسم، كنت بالفور سيزون، وفي نجم طالع كان لذيذ، قاعد هو وصاحبته او صديقته عم يتعشوا، فركت عليه يسلم علي، بوسني وبوسته وانا معجب وانا كذا. اجى مطرب تاني ونجم، ما بدي اذكر اسامي. يا ريت بتذكر اسامي. لا ما بدي، انت بحب المشاكل. المجالس بالامانات، بس يا ريت بتذكر لا احتراما حرام. فسلم عليه هذا المطرب اللي بعده طالع ومكسر الدنيا. انتبه. فقال له انت شو بتشتغل؟ هداك النجم الثاني قال له انت بتشتغل بالرياضه؟ قلت له هذا بيعبي اكثر منك. ليقلل من شأنه، ليكسره. والله العظيم ما نزار.